لما كلمني بعدها صوته كان متغير تماماً. كان مصدوم مكسور، بس في نفس الوقت كان فيه نبرة غضب رهيبة. قال لي على اللي حصل وإنه عمل معاها مشكلة كبيرة، خد منها العيال وقال مشيتها. كلمة مشيتها دي رنت في ودني. معقول كل ده بسببي؟ هنا حسيت بوجع في قلبي. وقال لي إنه هيتقدم لي أنا وإنه خلاص هينفصل. الكلمة دي هينفصل كانت عاملة زي النور اللي ظهر في نهاية نفق مظلم، بس النور ده كان جاي من وسط خراب بيت تاني. أنا كنت عايزة أتأكد إنها مش بتصونه، وأحمد كان دايماً يقولي مؤدبة، بس اللي اكتشفته كان غير كده خالص. اللي اكتشفته إن الحياة ممكن تقلب في ثانية، وإن الثقة ممكن تتكسر بأسهل طريقة. هل اللي عملته ده كان صح؟ هل كانت دي الطريقة الصح عشان أثبت لنفسي أو لأحمد حقيقة مراته؟ السؤال ده بيطاردني كل يوم. أنا دلوقتي مع أحمد، بس كل ما أبص في عينه بشوف صورة الست اللي خرجت من بيتها والأطفال اللي بقوا من غير أم. هل أنا عليا ذنب؟ بس أحمد كان لازم يعرف حقيقة مراته. وانتوا رأيكم إيه في اللي عملته سارة؟ هل كان عندها حق؟ شاركونا تجاربكم وتعليقاتكم بصراحة تحت الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل القصص اللي بتهمكم وتتعلموا منها.